السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وصحه جيده. فيديو جديد ووصفه جديده كما عودتكم. اليوم غندير معكم واحد التحليه اقل ما يقال عنها انها كتجي خطيره. ضروري تجربوها لان واحد اللذه فيها، واحد المذاق كما قلت لكم خطير. زوينه 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 بزاف وسهله، ما كتاخذش بزاف الوقت انكم توجدوها. ما غنستعملوش الفران نهائيا لان غادي نعوض لا باز ديال لاجينواز، غادي نديرها بالكاطو ديال سبيكولاس. فوالا، غادي تبقاو معايا كما ولفتكم ديما نعطيكم المقادير ومن بعد ندوزو بطبيعه الحال للطريقه. بالنسبه للمقادير كما قلت لكم لاباز غنستعمل السبيكيلوس. هنايا خديت السبيكيلوس غادي نطحنو. غادي نحتاج ليه تقريبا واحد 70 غرام ديال الزبده هكا دايبه، باش راكم عارفين باش يعقد ولا يصلح لي انني يكون لي واحد لاباز ديال الكاطو. غادي نحتاج بالنسبه للكريمه غادي نحتاج 40 سنتيلتر من القشده الطريه السائله الخاصه بالحلويات، وانا كنصحكم هاد لا مارك هذه ديال كانديا، فيها 35% من ديال المواد الدهنيه، كتعقد دغيا كتوجد الصراحه، كتبقى عاقده، ما تحتاجوش تستعملوا بعض المرات، ما تحتاجوش تستعملوا حتى لا ماسكاربون، تقدروا تستغناو عليها، ولا ديك لو فيكس شانتيي. الصراحه هذه غير بوحديتها كتجي زوينه بزاف. غادي نحتاج معها كذلك لا ماسكاربون 250 غرام د الماسكاربون، وغادي نحتاج الشوكولاط الابيض عندي هنا 180 غرام، وكذلك غادي نعمرها انا بلي فرومبواز. غادي نستعمل شويه ديال لي فرومبواز لداخل مع لا كريم، وشويه غادي يبقى بطبيعه الحال للتزيين. كانوا هادو هما المقادير، على بركه الله ندوزو دابا للطريقه. هنا اول حاجه غادي نبدا بها، خديت لومون ديالي اللي غادي نستعمل. انا غادي نستعمل هذا اللي كيتحل هكا من الجنب، فوالا داير لبستو بالبابي سلفوريزي وغادي نخليه على جنب. هنا غادي ندوز للكاطو هو الاول، لا باز ديال الكاطو ديالنا اللي غنديرو. غادي نطحن هاد السبيكيلوس مع الزبده ونتلاقاو ان شاء الله باش نديرو في المول هو الاول، وعاد ندوزو داك الساعه باش نوجدو الكريمه اونصومبل. هنا صافي ها هو دا طحنتو. غادي ناخذ المول ديالي اللي وجدت وغادي نكبو فيه هكا ديريكتومون. ومن بعد غادي نرصو مزيان باش نحصل على واحد القاعده تكون يعني متماسكه، وغادي ندخلو للكونجيلاتور واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه باش تزيد ديك الزبده تماسك مع ديك الكاطو ويعطوني واحد الطبقه اللي كتكون مقرمشه وكتكون شاده في راسها. هنا دخل ديك القاعده ديال الكاطو اللي وجدت الكونجيلاتور. غادي ندوب لو شوكولا بلون، ندوبو في حمام مريم اولا في الميكرون، ونتلاقاو باش نكملوا داك الساعه التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. هنا صافي رجعنا. الوغ ذوبت لو شوكولا ديالي ابيض، ها هو. ما تخلطوش مع القشده الطريه السائله والكريمه، غادي تطيح لكم، ما عمرها ما غادي تولي تطلع. فوالا، غادي ندوبو، غادي نطحنوه هو الاول، عفوا نخلطوه هو الاول وهو ولا ماسكاربون، ونخليهم على جنب. نطلع الكريمه ديالي هي الاولى بيان كومي الفو. نسيت ما حطيت لكم شويه ديال السكر، ندير 40 غرام ديال السكر، ما ديروش بزاف لحقاش لو شوكولا بلون كيكون حلو بزاف. 40 غرام ديال السكر اللي غادي نخلط مع الكريمه السائله ملي نبغي نطلعها. هنا كما قلت لكم غادي نرجع ندير لا ماسكاربون هي الاولى مع ديك لو شوكولا بلون، نطربهم حتى يتمازجوا يتخلطوا، ونعاودوا داك الساعه نتلاقاو باش ندوز داك الساعه نديرو لا نطلعوا لا كريم ليكيد ونخلطوهم مع بعضياتهم.
هنا صافي هي القشده ديالي طلعت. ها نتوما تشوفوا البنات كيفاش قلت لكم كيفاش كتصدق. ها نتوما بلا ماسكاربون ما فيها كشتو، خلطتها غير بوحديتها مع السكر، واحد القوام ديالها كيجي رائع. يعني واخا كتبقى في الثلاجه يومين اولا 3 ايام ملي كديروا هكا الكاطو كيبقى شاد كما كنقولوا، ما كطيحش ديك الكريمه، ما كتنزلش وما كيبقاش ديك الكاطو هكا كله كيقطر اولا. كتجي الصراحه زوينه هذه. انا منين استعملتها اول مره لقيتها بهذه النتيجه هذه، بقيت كنشري غير هي، كتجي غزاله الصراحه. نتوما تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون. دابا غادي نجيب الكاطو ديالي اللي او لا باز اللي درت في الكونجيلاتور، وغادي نجيب لا ماسكاربون اللي خلطت مع لو شوكولا، وغادي نخلطهم جميع، وداك الساعه نزيد فيهم لي فرامبواز ونوريكم الطريقه بطبيعه الحال. فوالا دابا كما قلت لكم غادي نحاول نخلط هاد لا كريم هادي مع ديال الماسكاربون ولو شوكولا بلون مع لا كريم ديالنا اللي طلعت. اول حاجه غادي نزيد هنايا شويه باش تصلح لي نخدمها، وفي التالي غادي نضيف غير بشويه باش ما تطيحوهاش ديك لا كريمه، وتبقى ديك الكريمه وتبقى عاقده وتبقى شاده راسها تجيكم زوينه كما خاصها تكون. فوالا غير بواحد لا سباتول نخدمها هكا. من بعد ضروري تدخلوه للثلاجه باش يبرد واحد على الاقل بعدا واحد 4 ديال السوايع. للتزيين كيبقى لكم طبيعه الحال الاختيار. انا غادي نكتفي غير بشويه ديال لا كريم وحبات ديال لي فرامبواز. فوالا غادي نقلبها هنايا دابا ديريكتومون باش تصلح لي نخدمها. فوالا هنا في هذه المرحله هذه غادي نضيف عليها لي فرامبواز. انا بغيتهم يجيو هكا مرصويات صغارين، غادي ابخي بشويه نخلطهم، وغادي حتى الا تهرسوا ماشي مشكل باش يكون عندكم المذاق ديال لي فرامبواز في الكاطو كامل. غادي نزيد شي حبات ونخلي وحدين اخرين بطبيعه الحال هكا للتزيين. فوالا هكا تكون الكريمه واجده. هذا خلاص هانتوما ديك الطبقه اللي درت ديال سبيكيلوس والزبده صافي قصاحت. دابا غادي نفرغ فيها هاد لا كريم، نفرغها هنايا. بالنسبه للديكوراسيون غنخليها حتى نخرجوا نبغي نقدموا عاد داك الساعه غادي ندير لا ديكوراسيون، غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها. هنا غادي نفرغوا ونغطي عليه بالسلوفان وندخلوا للثلاجه على الاقل كما قلت لكم على الاقل 4 ديال السوايع. حتى الا درتو هكا مع العشيه محتاجين لا غد ليه ليله كامله زانكيتي با، ما غادي يوقع له والو، بالعكس غادي تكون الكريمه عاقده انكور اكثر. ويعني عارفين الكاطو ضروري كيكون في الثلاجه، شحال ما بقى شحال ما كيكون تحصلوا على نتيجه ان شاء الله تكون زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو اللي وجدت معكم اليوم. الا تبعتوا معايا يعني الفيديو من الاول، الوصفه سهله وزوينه. ها نتوما تشوفوا كيفاش كيجي، يعني بلا ما تحتاجوا تصاوبوا لا جينواز لا والو، غير بطبقه ديال البسكويت. انا استعملت السبيكيلوس وانتم تختاروا لي سابلي ولا اي نوع اللي كتبغيو، ويعني بلا كريم حتى هي اللي سهله ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. انا خليته ليله كامله في الثلاجه باش كنحصل على هذه النتيجه هكا، لحقاش ما كنتش محتاجه عندك النهار. وفوالا بالنسبه للتزيين الا شفتوا معايا في الفيديو طلعت غير شويه ديال الكريمه مع شويه ديال السكر، وبها باش درت لا ديكوراسيون غير هكا. هنا عندي شويه ديال الشوكولا بلون غابي
وشويه ديال لي فرومبوز كتبقى لتزيين بطبيعه الحال على حسب الرغبه ديال كل واحد والذوق ديالكم. كانت هذه هي الفكره قلت نتقاسمها معكم، ونتمنى يا ربي انها تعجبكم وتجربوه ان شاء الله. هكا المناسبات كيجي زوين، والصراحه كنحصلوا على واحد الشكل اللي هو راقي وزوين بزاف. هانتوما تشوفوا بمقادير جد بسيطه. نتمنى انها تكون عجباتكم. الا بغيتوا المزيد من الوصفات ما عليكم الا تدخلوا تشتركوا في القناه شيوات ام رانيا، وما تنساوش تبارطاجيو الصفحه مع العائله والحباب فضلا وليس امرا، وما تبخلوش عليا بلي لايك اي لي كومونتير ديالكم للتشجيع. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، نعطيكم موعد جديد، فيديو جديد، ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه، تبقاو على خير.